تخيل تصحى كل يوم وتكتشف إنك بتجري في اتجاه مش بتاعك. إيه إحساسك ساعتها؟ آدم كان شغال وبيشتغل كتير، بس دايماً حاسس إنه بيلف في دواير. كل يوم بيبدأوا بنفس الروتين وبنفس الأحلام المؤجلة وبنفس السؤال اللي بيرن في دماغه: هو أنا رايح على فين؟ وفي يوم كان قاعد مع صاحبه عمر اللي نجح يفتح شركته الخاصة في وقت قليل. آدم سأله: إزاي بدأت؟ إزاي خططت؟ عمر قال له: أنا كتبت مستقبلي قبل ما أعيشه. يعني كنت شايف النهاية بعيني، فخطواتي كانت ماشية ناحيتها. الجملة دي خبطت في دماغ آدم. رجع البيت، مسك ورقة وكتب فيها سؤال واحد: نفسي حياتي تبقى عاملة إزاي كمان 5 سنين؟ بدأ يكتب: عايز أكون في شغل بحبه، عايز أسافر، عايز أكون بصحة كويسة، عايز أكون عندي وقت لنفسي وأهلي. وبعد ما كتبهم حس إنه لأول مرة شايف الصورة الكبيرة. ابتدى يربط أهدافه اليومية بالرؤية اللي كتبها. بقى يسأل نفسه كل يوم: اللي أنا بعمله ده بيقربني من اللي نفسي فيه ولا بيبعدني؟ النتيجة؟ مبقاش يضيع وقته في علاقات ملهاش معنى. قرر ياخد كورس جديد يساعده في شغله. قرر يبطل السهر والتسويف وبدأ يومه بدري. بدأ يقول لأ للحاجات اللي بتبعده عن هدفه. ومن هنا يا صاحبي الجميل، حياته بقت أوضح وخطواته بقت لها اتجاه. لأن ببساطة اللي شايف النهاية عمره ما يتوه في النص. قول يا صاحبي الجميل، لو سألتك نفسك تبقى فين بعد 5 سنين، هتعرف تجاوب؟ اكتب لي في الكومنت هدف واحد شايفه نفسك فيه. خلينا نبدأ سوا. يا صاحبي الجميل، اللي بيعيش من غير هدف زيه زي المركب اللي سايب نفسه للريح، لكن أول ما تشوف المينا حتى الموج بيبقى له طعم تاني. فكر في النهاية وابدأ منها، واستناني في الحلقة الجاية عشان نشوف العادة الجديدة.